الجزائر تحصد 3 جوائز كبرى في مسابقة هواوي العالمية بالصين، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوجه رسالة للمشاركين في المسابقة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. شاهد ماذا قال: إذا كنت محبا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ومهتما بالشأن الجزائري والترند العربي والعالمي، فاشترك في القناة ليصلك كل جديد. توج الطلبة الجزائريون المشاركون في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي بالصين ب3 جوائز كبرى، محققين إنجازا يعكس المكانة المتقدمة للكفاءات الجزائرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي. ونال الفريق الجزائري 3 جوائز كبرى في مسار الشبكات نتورك، ومسار الحوسبة، وفي مسار السحابة. وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الطلبة الجزائريين المشاركين في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي بعد تحقيقهم إنجازا لافتا على الساحة الدولية. وتمكن الطلبة الجزائريون من افتكاك الجوائز الكبرى في هذه المنافسة العالمية، متفوقين على مشاركين يمثلون أكثر من 100 دولة، في إنجاز يؤكد القدرات العلمية والتكنولوجية التي تزخر بها الجامعات والمدارس العليا الجزائرية. وقال الرئيس الجزائري في نص التهنئة: تهانينا للجزائر ولطلبتها الأعزاء من مختلف الجامعات والمدارس على الإنجاز التكنولوجي غير المسبوق في النهائيات العالمية لمسابقة هواوي بالصين، وافتكاكهم الجوائز الكبرى باعتبارها أعلى مكافأة في هذه المسابقة الدولية من بين 100 دولة في العالم. وأشاد رئيس الجمهورية بالطلبة المتوجين، مثمنا جهودهم وتمثيلهم المشرف للجزائر في هذا المحفل الدولي، كما دعاهم إلى مواصلة هذا المسار العلمي المتميز والمحافظة على وتيرة التألق والابتكار، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية. عزيزي المشاهد، إذا أعجبك هذا الفيديو فشاركه مع أصدقائك. دمتم سالمين.